مصر 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 تحيا مصر. مشاهدينا الكرام، عدنا إلى سيادة اللواء أركان حرب سمير فرج، والجزء الأخير من هذه الحلقة دوما نتحدث فيه عن رسالة وطنية، ونحن معنا قيمة وقامة كبرى بقدر سيادتكم، فمؤكد أنها ربما توجه عدد من الرسائل، منها ما قد يكون لقيادة أو لمواطن أو لغيره. لا، احنا بنخاطب الشعب المصري، بنقول له انت تعبت الفتره اللي فاتت، 4 سنين اللي فاتت، نعم. وقاسيت، وبالذات الام المصريه والست المصريه اللي شايله البيت وشايله العبء، والراجل عندنا في مصر بيدي فلوسه للست ويقول لها اتصرفي وينزل وهي شايله. نعم. جرس النور يضرب، الراجل جاي يدفع النور فبيجي لها حاجه. فاحنا بنقول للشعب المصري احنا استحملنا. نعم. وتعبنا. الفتره الجايه تبقى احسن. إن شاء الله. فلازم نقف مع شعبنا ونقف مع بلدنا، وما نسمعش الاشاعات. احنا داخلين النهارده في الجيل الخامس اللي كله اشاعات يفتت. تسمع اي مشكله ما تصدقش، لازم تتاكد ان الاشاعه دي سليمه. لازم تخاف على بيتك وعلى بلدك وعلى اولادك. ما تسمحش ان اي حد يوقع بينك. ما تسمحش ان واحد مسيحي مع واحد مسلم تحصل خناقه وتكبر الدنيا بلا داعي. لازم يكون هناك عقلاء في نفس الوقت. فبقول للشعب المصري يعني خاف على مصر في الفترة اللي جاية، لأنها الفترة اللي جاية مهمة جدا. فات الصعب وداخلين على الفترة اللي محدش فيهم من بره هيسمح لنا إن احنا نقف على رجلنا كويس، فلازم نقف بتكاتفنا سوا. هذه هي اللحمة أو الوحدة، مشاهدينا الكرام، التي ينادي بها سيادة اللواء أركان حرب سمير فرج. وسيادتكم لدينا كل أسبوع فقرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء نرد فيها على تقرير الإشاعات الذي يصدر أو يصدر كل عام من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وهناك ضيفا عزيزا علينا الدكتور محمد إبراهيم، خبيرا استراتيجيا وزميل كلية الدفاع الوطني، يحضر معنا كل أسبوع ليفند ما يعرض على المواطن المصري من إشاعات ورد رئاسة مجلس الوزراء عليها تباعا. نتابع هذه الجزئيات. يعني في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا نشكر ضيفي العزيز سيادة اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق ومحافظ أول محافظ للأقصر ومحافظ الأقصر الأسبق والخبير الاستراتيجي. شكرا جزيلا لك. شكرا. كل سنة وانت طيب.